الكفيل والهندي اللي حصلت معاه الحادثة اللي ذكرتها. الهندي كان فيه قطعة حديد أخذها وضرب الرجل هذا وأرداه قتل، فعياله صاروا عقلاء وفيهم خير، بتروح المحكمة وتوقع وتبصم وتسافر للهند، وهذا مبلغ 170,000 ريال لك. مرحبا بكم في برنامج ديوان الملا. اليوم حديثنا عن رواية حياة الماعز لنعرف الحقيقة. معي على الطرف الآخر من المملكة العربية السعودية الأخ عبد الرحمن تعلج للحديث حول هذه الرواية. مرحبا فيك أخوي عبد الرحمن. مرحبا، حياك الله أخوي محمد، يا هلا وسهلا. طول بعمرك. أنا أؤكد لكل مشاهدينا بالكويت ومشاهدينا في العالم العربي، ترى أنا المتابع أول الأخ عبد الرحمن، وسعدت اليوم أني خذيت رقمه وتواصلت وياه، وإن شاء الله في المستقبل تكون لنا لقاءات في بلدنا في المملكة العربية السعودية بإذن الله. الله يحييك. أخوي عبد الرحمن، يعني كلنا شاهدنا الرواية اللي تكلمت فيها قبل مدة عن موضوع يعني موضوع الكفيل والهندي اللي حصلت معاه الحادثة اللي ذكرتها، وسبحان الله لما طرح موضوع الفيلم حياة الماعز كل أخذ روايتك واسقطها على هذه الرواية. حدثنا عن الرواية ومتى حدثت اللي ذكرت لحضرتك. أبشر طال عمرك. أول شيء أهلي ورحب بك محمد، وشرف لي الظهور معك، الله يطول عمرك وفي متابعينك وين ما كانوا واخواننا في الكويت. شيء ثاني بالنسبة للقصة هذه، أنا رويتها زمان، يعني لها الآن أكثر من 3 سنوات. كنت في قناة المجد في برنامج الأجاويد، ورويت القصة هذه وكان لها صدى قوي الحقيقة. بس هو فيه نقطة اللي هو أن الشخص اللي أنا ما ودي أجيب القصة كاملة، هي موجودة في اليوتيوب، ما نبي ناخذ وقت الحلقة، لكن هو ما كان كفيل. ما كان كفيل الهندي الوافد، هو راح وأخذ من المطار عنوة كذا، ويعني زي ما تقول بجهل في هذا الشخص نفسه للأسف الشديد. محمد، نتفق أنه أينما وجد البشر وجدت الجريمة، صح ولا لا؟ صحيح. لكن الجريمة تمثل صاحبها، ما تنطلي على شعب كامل، هذا وتعميم لغة الجهلاء مثل ما تعرف. اللي حصل طال عمرك انه اتفقوا في الفيلم اللي هو حياة الماعز هذا مع قصتي بنسبة زي ما تقول، خلينا نقول 30-40%. بعد كذا الكاتب حرف القصة الحقيقية. طبعا القصة قصة موجودة ومعروفة وحصلت في حفر الباطن قبل تقريبا 30 عام أو في حدودها، وهي كانت ترند في المجالس، يعني كانت كل أهل الحفر وبل أهل المملكة كلهم تعاطفوا كليا مع هذا الوافد وفي قضيته، وحصلت اشياء جميله. اذا بتتيح لي الفرصه اقول لك. يا ريت نسمعها اخوي عبد الرحمن. شو اللي حصل؟ اللي حصل والله عمرك انه هذا الشخص بجهل منه اخذ هذا الوافد ووداه للصحراء ووضعه عند الغنم، ويعني استعباد، وهذا ما يجوز شرعا، ولكن الجهل نتيجه جهل، وهذا يعني لا شك ان هذه خطا وجريمه تمثل صاحبه. جلس عنده 5 سنوات. في النهايه الوافد هذا قال له يا اخي انا ابغى راتب، يعني تعلم اللغه من ابناء جدتي اللي حوله الرعيان، هذا الصحيح. فقال له انا راتب. قال ما في راتب. قال له طيب ودني للهند. قال ولا فيه الهند. قال تدري ودني بس للقارب، ودني للزبلت بس الشارع، انا بموت بهالصحراء وما عندي شيء. قال تجلس هنا وانت صابر. هنا لا، يعني حمي الوطيس بينهم واحتدم الموقف، فصار بينهم عراك. الهندي كان فيه قطعه حديد اخذها وضرب الرجل هذا وارداه قتيل. عيال الرجل هذا صاحب الغنم وصاحب الحلال عاده يجي في الليل، يرجع للديره في الليل، ما رجع. هم بكره راحوا. طبعا الهندي مسكين اول ما شاف الموقف هرب وراح وانخش عند احد اصدقائه في خيمه ثانيه، في راعي ثاني برضه. فشافوا ابوهم قتيل، بلغوا الحكومه، جو وتتبعوا خطى الهندي هذا ولقوه ومسكوه. جلس في السجن 5 سنوات ثاني. هو اخذ 5 سنوات في البر و5 سنوات في السجن، يعني كمل 10 سنين بدون اي راتب، وهلا ما يعرفون عن شيء. وهذا وضع يرثى له الحقيقه، صحيح الى الان. هذا شيء جميل. طبعا الفيلم ما قالوا انه قتله، لا قالوا انه هرب. انا شفت الفيلم، الحقيقه مسيء جدا للرجل السعودي بشكل عام، وهذا شيء مؤسف الحقيقه. فاللي حصل طال عمرك انه اخذ 5 سنوات وحكم عليه بالقصاص. الموقف الإنساني الجميل اللي للأسف الشديد إنه في الفيلم ما ذكر، محافظ البلد الأستاذ حمد الجبرين وأعيان البلد ورجال الأعمال ورجال الدين وقفوا وقفة واحدة، قاموا وجمعوا مبلغ 170,000 ريال سعودي. ذاك الوقت كانت الدية 120,000، وقالوا يا جماعة الخير، فعل خير في هذا المسكين اللي مغترب وحالته حاله، خلونا نروح ندخل على أهل الدم. راحوا لأبناء القتيل وقالوا يا جماعة الخير، يعني ذكروا الله، والوالد الله يرحمه توفى، وغير كذا هو كان مخطئ، أخطأ على الهندي هذا، فرجاء يعني لو تتسامحون معاه وتعفونه من القصاص وتاخذون الدية. فعياله صاروا عقلاء وفيهم خير، وان شاء الله في كل خير. قالوا والله ما دام يلزم ذمتنا خطا وبيحاسب ذمه والدنا خطا وبيحاسب عنه، احنا بنعفو لوجه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ففرحوا الجماعه وخذوا بعضهم وراحوا خذوا مترجم وراحوا لاداره السجن طلبوا مقابله. جابوا الهندي كان الى تلك اللحظه يتحرى متى يعني يعتقد انهم نادوا عشان ينفذ فيه الحكم القصاص. فجابوه قالوا له شوف اللي حصل هذا خطا فردي من شخص جاهل، والان عفى الله عما سلف، انت بتطلع من الآن بتروح المحكمة وتوقع وتبصم وتسافر للهند، وهذا مبلغ 170,000 ريال لك، لأنهم جمعوه من المتبرعين لوجه الله، فما يصير يرجع. وعيال الميت رفضوا الدية، فأعطوها الهندي عوضا عن ال10 سنوات العجاف اللي مر فيها المسكين. فيعني كما سمعنا في ذاك الوقت إنه ما كان مسلم، فقال لهم لا لحظة بس واحد يفهمني وش الموضوع الآن. أنا كنت أعتقد إنهم بينادوني للقصاص، الآن 180 درجة، وش الموضوع؟
قالوا يا ابن الحلال الموضوع انه الرجال غلطان عليك وهذا يمثل نفسه ما يمثلنا، وحنا اخلاقنا الاسلاميه والسعوديه تحثنا على ان نتكاتف معك في مثل هذا الموقف، وجمعنا لك هذا المبلغ تعويضا لك. قالوا انتم مسلمين؟ قال نعم. قالوا نعم. قال مو ذاك مسلم؟ قال نعم مسلم، لكنه عنده نوع من الجهل يعني، فهو يمثل الناس. قال اذا انا ابى اسلم اليوم قبل سنه. فاعلن شهادتين ونطق الشهاده واخذ المبلغ وراح لهذا. اللي حصل في الفيلم للاسف اخوي محمد، والله للاسف الشديد، 1000 مره اقول للاسف، انه يعني حتى انا شفت الفيلم، جميع من كان سعودي في الفيلم صوروه على انه يا اخي فيه انه وحش، ما هو كانه انسان يا اخي، تعامله مو صحيح الكلام هذا يا اخي. انا وانت نشوف رجال الامن الله يعطيهم العافيه في موسم الحج كيف يتعاملوا مع الحجاج، صح ولا لا؟ نعم. يا اخي ليش الظلم هذا؟ ليش يصورون السعودي بالطريقه هذه؟ انا لو ما كنت سعودي لكنت مثل محمد الملا فيني حرقه، فما بالك اني انا سعودي وانا اللي قلت القصه وذكرت الناس فيها يعني. فللاسف حتى اخوي عبد الرحمن هي قريبه للقصه في الروايه، حتى الكاتب والمخرج والمنتج بيرسي قالها، قال انا غيرت في الروايه، هو في كلام اني انا غيرت في الروايه اللي نزلت باسم ايام الماعز، يعني في هناك روايه حتى كتبت في 2008، وقال ان القصه هذه في كيرلا كانت في بدايه التسعينات، يؤكد القرب من الروايه اللي انت قلتها في قبل 30 سنه. فالقصه هذه المخرج تم تحويرها وتم تغييرها، وتعرف يقول لك حتى ان هذه القصه مشهوره عندهم في كيرلا، فاخذ منها الروايه وكتبها، لكن ما كتب القصه كامله، شو اللي حصل معاه في الروايه اللي انت ذكرته في نهايتها، استبعدت نهائيا يعني. جدا، وهذا ما الحقيقه يعني حزب النفس، يعني ليش ما تذكر الحقيقه كما هي؟ ليش يصور يا رجل حتى لو شفت الفيلم، الشخص اللي شاله بعد ما نجا ووصل للشارع، رابع سياره وقفت له، شاله وما وداها مستشفى، لا وداها في وسط المدينه وحمله اللي ساعدوه. ليه يا اخي تصوير السعودي بالوحشيه هذه؟ يعني ما احنا كذا، احنا عندنا ضعف ملايين الوافدين ونتعامل معهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اخي عبد الرحمن، في الجاليه يعني الهنود في السعوديه، الجاليه الهنديه 3 ملايين هندي موجود في المملكه العربيه السعوديه، والكثير من المقاطع عن العلاقه الانسانيه بين هذه الجاليات، و14 مليون من الوافدين في المملكه، والكل عايش بخير ونعمه، واحنا نشوفهم لما نزور الرياض. صحيح. ما يمنع ان هناك سلبيات، لكن يستغل بهذا الفيلم لاظهار، يعني اللي زعلني اخوي عبد الرحمن لما انا اشوف الفيلم يظهر الدوي يعني بالبر يمسك شلون يشرب الحليب وطريقه التعامل، شفت يعني طريقه كانوا يقززونك، يعني هذا المقطع هذا يسوونه بهالطريقه هذه، نشرب بهالطريقه هذه، حتى لو دوي يشرب زي الناس، ليش يشرب بطريقه يعني غريبه، اظهرها بطريقه مقززه وطريقه ظالمه، وانه ما في انسانيه. اذا كان هناك حاله انسانيه، هناك ملايين والاف من الحالات الانسانيه، ما تضر. يعني السؤال اللي فرض نفسه، شنو الهدف من هالتوقيت بالفيلم؟ ما تعتقد محاوله اساءه للرجل الخليجي والعربي والمسلم، ليس على المملكه العربيه السعوديه، انما اسقاطها على الرجل العربي المسلم؟ ما تأيدني في الكلام؟ طيب يا محمد، يعني سلامة فهمك، انت اعلامي كبير وفاهم، تعلم قوه يعني الاعلام سلاح ما هو بسيط. نعم. اليوم وهو دائما يكون في رسائل، في اي ماده اعلاميه تكون في رسائل مبطنه يراد ايصالها بطريقه او اخرى الى عقل المتلقي، وهذا شيء خطير جدا. لكن اللي شفته انا انه صراحه اسقاط على الرجل السعودي واظهاره بشكل همجي وتعامله سيء جدا مع الوافد. يا اخي احنا بشر، قد يكون منا عدد فيهم نزعه اجراميه، ما ابرئ نفسي، احنا بشر، وكذلك الوافده قد يجي منهم مجرم، لكن في السواد الاعظم ولله الحمد ما في مشاكل، والحقوق تعطى اهلها، والجهات المعنيه فاتحه ابوابها حتى للوافد. الان مكتب العمل الوافد ممكن يرفع قضيه على كفيله يوقف خدمات. ليه حق العام وراتب واحد؟ فالحمد لله الحكومه ما قصرت، اللهم لك الحمد لله. وبالسعوديه تم الغاء نظام الكفيل، يعني للتاكيد من المعلومه يعني. نعم، ويقدر العامل ينقل كفاءته بدون علم كفيله الان. يعني هو صحيح انه نتكلم عن شيء قبل 30 سنه كانت الانظمه مو مثل اليوم، صحيح. لكن وان كان احنا بشر، فينا انسانيه، فينا رحمه، لكن الطريقه اللي يعني سلط الضوء على بطريقه الشخص السعودي، لا والف لا، هذه طريقه هجوميه على السعوديين وعلى دولتنا، وحنا ولاة امر وشعب ولله الحمد، ما احنا كذلك ابدا. نعم. قبل ما نختم وياك اخوي عبد الرحمن، اعرف انك صاحب قصص جميله، يعني تذكر لنا قصه للمشاهدين على موضوع الانسانيه في هذا الموضوع، اي شيء يخطر على بالك على موضوع الانسانيه. والله اخوي محمد كثير مره، يعني شو اقول لك، انا على سبيل المثال، انا يعني احدث عن نفسي شيء انا شفته وعصر. واحد من سوريا ارسل لي قصته وقلتها انا للمتابعين، يعني والله مجرد قصه انه باختصار شديد جدا، هو كفيل غير سعودي وكان مستثمر في السعوديه في فتره كورونا، باع مؤسسته وباع معداته ورحل الى دوله الخليجيه. طيب الرجل تركهم 7 شهور بدون رواتب، الان طوفت اقاماتهم، يطالبون بمبالغ ماليه تزود كل شهر للدوله، وهذا امر طبيعي، اجراء رسمي. الرجل يقول انا الان من قبل كورونا ما رحت لسوريا، والله جاني ولد وانا عندكم هنا في السعوديه، اقسم بالله انا الان يدرس في اولى ابتدائي ما شفته. يعني تخيل اكثر من 7 سنوات بسبب هذا الكفيل الان هملنا ضعنا. فانا قلت قصته، والله يا اخوي محمد، والله ان ما وقف الاتصالات يسالون عنك، الكل يبي يساعده من خارج السعوديه، في امريكا وسعوديين هنا، وفي من دول الخليج ومن الكويت ومن كل دول الخليج، كلهم يقولون يا اخي نبغى نساعد هذا الرجل. فيا اخي احنا عرب، والعرب حساسين ومرهفين احساس ورحومين ترى، بس ماخذ عنا فكره سيئه غير صحيحه بتاتا. لكن اخوي محمد دائما ترى انا ما استغرب الهجوم على السعوديه او على اي دوله ناجحه، لان لا يرمى الا الشجر المثمر. صدقت. هذا الصحيح.
انا شاكر لك اخوي عبد الرحمن على هذا اللقاء، ان شاء الله نشوفك في المملكه العربيه السعوديه او تجينا الكويت، يا مرحبا فيك وعند اخوانك ولك العين قبل الباب يا اخوك، قبل الباب. طول يسلمك يا اخوي، طول بعمرك. وانا لي الشرف ان شاء الله ان نتواصل وياك ونشوفك عن قريب ان شاء الله. يطول بعمرك، يوصل ان شاء الله. الاخ عبد الرحمن الدعيلج، شكرا لك. الله يحفظك، في امان الله. تسلم. اعزائي المشاهدين، وصلنا نهايه برنامج ديوان الملا، مع السلامه.